يا ربي، الجو بقى حر جدا الايام دي، وكمان عايزه اروح اصيف وابقى انزل البحر. لا، انا لازم اقول لماما. يا ماما يا ماما. نعم. ماما، انا عايزه اطلع صيف لوحدي. ازاي يعني؟ انا خايفه عليكي في المواضيع دي، وبعدين لا طبعا. عشان خاطري يا ماما، نفسي اطلع صيف بقى، الجو حر جدا. طيب بصي، قولي لباباكي وانا ممكن اوافق، لو وافق انا هوافق. ماشي يا ماما، شكرا بجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بابا، عايزه اقول لك موضوع. اتفضلي يا حبيبتي. بابا، انا عايزه اروح اصيف. لا يا حبيبتي، ازاي هتروحي لوحدك؟ عشان خاطر يا بابا نفسي اروح. خلاص ماشي، مادام نفسك يلا روحي جهزي الشنطه بتاعتك. يس يس. بصوا بقى يا جماعه، هجهز الشنطه بتاعتي معاكم وهوريكم هاخد كل حاجه معايا هتبقى ايه. دلوقتي انا هجهزها. اول حاجه هاخد الشنطه الحلوه قوي البينك دي. هاخد بقى الطقم ده، وكمان هاخد الطقم ده والطوق ده، وكمان الفيونكه دي، وهاخد بقى المايو، وكمان هاخد الموبايل، وكمان هاخد الكاميرا. بس كده، دي الحاجات اللي انا هاخدها معايا. بس كده، متحمسه قوي لبكره. ونسيت اقول لكم كمان هاخد الكرسي ده عشان ابقى اقعد على الشط يا جماعه، شكله حلو قوي، كمان بيتنى وبيتفرد. ماشي كده، دي بقى الحاجات اللي انا هاخدها. دلوقتي هنام لاني متحمسه جدا لبكره. تصبحوا على خير. الساعه كام؟ ايه ده؟ الساعه 6. يلا بينا يا جماعه عشان هلبس وهاخد الشنطه وامشي. هلبس وارجع لكم. قولوا لي بقى رايكم في الاوتفيت. يلا بينا، هناخد الشنطه وكمان هناخد الكرسي الحلو ده، وهنطلع دلوقتي على المطار. كده يا جماعه اخيرا وصلت. يلا بينا بقى نخش. طبعا ده الباسبور بتاعي. الشنطه بتاعتنا هنا كده، اكدوا ان هي مفيش حاجه، بس برضو بيرجعوا يحطوها على السير اهو. يا جماعه دلوقتي الشنطه بتاعتي على السير، هترجع لي بقى وارجع لكم. كده يا جماعه جبت الشنطه بتاعتي. كده يا جماعه طلع ما فيهاش اي حاجه، وهيدوني بقى الشنطه بتاعتي اهو. المفروض بقى انا اللي اقف هنا. كده يا جماعه ما فيش اي حاجه معايا. لازم بقى دلوقتي اروح استنى ميعاد الطياره بتاعتي. بصوا يا جماعه، لقيت المكنه دي فيها كوكا وفيها لبن وعصير وبقى شيبسي وشوكليت فوق وفواكه. هناخد بقى الكوكا. واه، هشربها بقى، وميعاد الطيارة لما يجي ارجع لكم. على السادة المسافرين المتوجهين إلى دهب، الرجاء التوجه إلى بوابة رقم 1. Ladies and gentlemen, passengers who is traveling to Dahab, please report to gate 1. جماعة وقت الطيارة بتاعتي خلاص، فدلوقتي انا رايحة. خلاص يا جماعة، دلوقتي هستنى ان الطيارة تمشي. جماعة الحاجات بتاعتنا هنا. حضرتك تتفضلي تشربي ايه؟ عايزة عصير اورنج لو فيه. ماشي، فيه طبعا. اتفضلي. شكرا. وصلنا، اخيرا وصلنا. دلوقتي اخد حاجتي. يلا يا جماعة عشان نروح الفندق. تعالوا بقى معايا. وصلت يا جماعة، متحمسة قوي. دلوقتي هاخد مفتاح الشقة بتاعتي وهطلع. عايزة مفتاح رقم 2 لو سمحتي. اتفضلي. شكرا. جماعة وصلت. انا واخدة شقة عائلية طبعا، لاني عايزة اخد راحتي في الفندق. واو. تعالوا بقى نعمل جولة في الفندق. اول ما بنخش كده، بس نحط الحاجة بتاعتي هنا. اول يا جماعة ما بنخش بنلاقي مكان السفرة، كمان البلكونة، فشكلهم حلو قوي. وكمان يا جماعة البلكوني بتطل يعني على البحر على طول، فشكله حلو قوي. وهنا كمان في تلاجة صغيرة شكلها حلو برضو. وهنا بقى التويلت. هنا بقى أوضة الأطفال، بس دي أنا مش هقعد فيها خالص طبعا، زي ما قلت لكم أنا طالبة أوضة عائلية بنفس الفلوس على فكرة، بس عشان عايزة اخد راحتي. ودي بقى يا جماعة الأوضة اللي أنا هقعد فيها سرير أطفال، بس طبعا مش هحتاجه برضو. ده السرير بقى اللي أنا هنام عليه. يلا بينا بقى نحط الحاجات بتاعتي في الدولاب ده وهرجع لكم. وحطيت هنا بقى يا جماعة الكرسي. ايه الصوت ده؟ المنبه. واو، الساعة 6 يا جماعة. دلوقتي هلبس بقى المايو وارجع لكم. أنا جبت مايو تاني وأنا في المطار، عايزة بقى أوريه لكم وتبقى مفاجأة، بس أنا جايبة 2 مش 1. يلا بينا بقى. ده أول اختيار، قولولي بقى رأيكم فيه، شكله عجبني جدا.
وده بقى يا جماعة تاني اختيار، ده اللي انا هروح بيه. لو عجبكم الاول اعملوا لايك، لو عجبكم التاني اعملوا سبسكرايب. يلا بينا بقى عشان نروح البحر. وصلت يا جماعة متحمسة جدا. هناخد بقى ايس كريم من هنا. لو سمحت عايزة ايس كريم فانيلا، شكرا. دلوقتي يا جماعة هنا في الحاجات دي علشان نقعد عليها ونعمل تان براحتنا. وبقى دي حاجات الناس، بس انا هاكل الايس كريم على طول وانزل البحر. شايفين جمال البحر يا جماعة؟ بصوا بقى يا جماعة، عايزة اركب الزلاجة بتاعت المية دي. واو، شايفين بجد تحفة. واو، حلوة قوي يا جماعة وعجبتني جدا جدا جدا. فهخلص العب بيها وارجع لكم. واو، تحفة. بس كده متنسوش بقى ان انتوا تحطوا اللايك والسبسكرايب والكومنت. بس كده، باي.